زعلان متضايق قرفان زهقان، اسمع الكلمتين دول. انا كنت زيك والله من شويه، حتى كنت شفتني الفيديو اللي فات كنت عامله ازاي. سبحان الله، اسمع الصوت من هنا قلبي ينشرح من هنا. ملخص كلمة أبو، لا مش هينفع أقول الاسم بس خلينا نقول أبو الشجاعة، أبو الشهامة. وعشان الناس اللي بتسأل على التاريخ، ده الخطاب بتاع 30 يناير. اسمع بيقول للنتن إيه: اوعى تفتكر حبيبي ان الانجازات اللي احنا بنعلنها مجرد ارقام ولا عشان نعلي المعنويات. لا يا حبيبي، احنا كده كده عليكم منتصرين، والحمد لله وبعون الله ومساعدته المعنويات في السماء. تاني حاجة، فكرة ان انت في يوم من الايام ممكن تنتصر، انت تشيلها من دماغك خالص. شوف يا حبيبي ارقامك في الميدان وبعد كده ابقى اتكلم. تالت حاجة، بص يا نتن، تهديداتك ان انت عايز تكمل العركة دي تلفها يا حبيبي وتحطها في ايد مين؟ في ايد العيال التوتو اللي انت مسرحهم عندنا. ليه بقى؟ لانها عيال مهزومة مأزومة، كلهم مصابين بالامراض النفسية، ويا ريتها عادية، دي معدية، الواحد بياخد في ايده 10. يعني بالمحسوس كده دور على راجل فيك وكده يعرف يقف قدام الرجالة بتاعتنا. شوف بقى الحتة دي، اسمع، بيقول له: ما جمعك إلا بدد وما أيامك إلا عدد. يعني نهايتك قربت يا حبيبي، الموضوع يخلص على كده. لا، الحتة اللي جاية عظمة على عظمة. بيقول له: انت لو حبيت تدور وتفتش ذرة ذرة من ترابنا، تراب الأرض وتراب البحر، مش هتلاقي المحتجزين بتاتا. مش هتاخد المحتجزين إلا بقرارنا وبموافقتنا وبرضانا. وختاما، أبو الشجاعة يشكر أهل لبنان، ويشكر أهل اليمن الجدعان، ويشكر أهل العراق وكل اللي زيهم في كل مكان. يسلم فمك يا أشجع رجال الأرض، يا أشجع الشجعان، بجد ربنا يخليكوا لينا.